السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أسألك سؤال واحد فقط لا غير، وخلي جوابك يكون صادق مع نفسك وصادق أيضا مع يلي رح يقرأ تعليقك. إذا تخلى السنة اليوم عن السلطة في سوريا، مين بيضمن أنه ما رح نرجع للمجازر؟ مين بيضمن أنه ما نرجع للمقابر الجماعية؟ مين بيضمن أنه التاريخ ما يعيد نفسه وينكتب بالدم؟ إذا ما عندك جواب فكلامي اليوم موجه إلك. طالما صار الكل يحكي بلا خوف ويكتب باسم طائفته ومكونه، أنا أيضا رح أحكي بدون مواربة وباسم شريحة واسعة من السنة في سوريا يلي سؤال واحد عم يطاردهم. وعلى فكرة ما حدا عم يجرؤ على الإجابة عنه بصدق. السؤال هو: إذا تخلى أحمد الشرع عن السلطة اليوم، من سيضمن حقوق الأكثرية السنية؟ من سيمنع إبادتها؟ من سيمنع تهميشها كما حصل طوال 55 عام؟ الجواب المؤلم هو: لا أحد ولا أحد ولا أحد يستطيع. 14 سنة والسنة يقتلون ويهجرون وتنتهك أعراضهم وتهدم بيوتهم فوق رؤوس أطفالهم، والعالم كان يشاهد ويصور ويندد ومن ثم يصمت. كل الأقليات في سوريا لها ضامن من دول، تحالفات، خطوط حمراء. أما الأكثرية السنية فلم يكن لها أي ضامن، لا في الماضي ولا في الحاضر. خذ مثال مجزرة حماه، مرورا إلى حمص، إلى آخر مقبرة جماعية اكتشفت منذ أسبوع. الدم وحده كان الشاهد، والبعض لم يتحمل ظلما استمر شهر واحد فقط، ويريد من السنة أن ينسوا 55 سنة من القهر والإقصاء والإبادة والتهجير. أنا بشوف وبرأيي من حق السنة اليوم أن يسألوا بلا خجل: إذا تخلينا عن السلطة، كم مجزرة ستقع في أول شهر؟ كم حي سيمسح؟ كم مقبرة جماعية عم تكون جاهزة عم تنحفر حاليا؟ خلونا نكون صريحين، السنة في سوريا فقدوا ثقتهم بالمجتمع الدولي وبكل القوى الإقليمية وبكل الشعارات الإنسانية الكاذبة، ولهذا لن يسلموا رقابهم مرة أخرى، وسيدافعون عن وجودهم بكل ما يملكون، ولا توجد قوة على الأرض قادرة على إلغائهم بعد اليوم. أنا كمواطن سوري لم أرتكب أي جريمة ولم أحمل سلاحا ولم أعتدي على أحد. ذنبي الوحيد أنني وقفت موقف أخلاقي مع الثورة، وكانت كرامتي في بلدي مجرد حلم. واليوم ولأول مرة بشعر أنه لي وطن بدي أعيش فيه بعد غربة 15 سنة دون خوف، وأكيد ملايين السنة يشعرون بالإحساس ذاته. ولهذا أقول، والرسالة موجهة للسيد أحمد الشرع: كن من تشاء، لكن إياك أن تكون أمين الحافظ. إذا بدكم أنا بوضح لكم أخطاء أمين الحافظ. وإياك أن تثق بمن جربناهم وخسرنا معهم كل شيء. أنت كرئيس حالي أو مؤقت كما يدعون استلمت سوريا بلا وقود، بلا كهرباء، بلا غاز، مفلسة، بعقوبات، بلا أمن، مليئة بالشبيحة. البنية التحتية منهارة، محاصرة ومدمرة نفسيا ومعنويا. استلمتها بعد حكم فاشي حول الدولة إلى حطام، والإنسان فيها كان له رقم
وينحط بمقبرة جماعية. ورغم ذلك اليوم وغدا وفي المستقبل نحن معك قولا وفعلا، لأن أحمد الشرع يمثل العنصر الثوري والعنصر السني في البلد، فلنصبر عليه ونلتف حوله لعل الله ينفعنا به ويكون سببا في قيام سوريا جديدة، سوريا دولة مواطنة ودولة عدالة. وكما قال هو بلسانه، يعني أنه هو يقف مع كل المكونات بالشعب السوري وقفة بدون أي تمييز والكل على مسافة واحدة، لأن حيث يوجد العدالة توجد الكرامة ويولد الأمل، وعاشت سوريا حرة أبية. هذا كان رأيي أنا، خبرني أنت عن رأيك بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.